نطيل الكلام إن شاء الله. قبل الشيخ سيأتي شيخ أبو دجانة من أجل أن يعرفه لكم قليلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. Üstadımız Züheyr Salim aramızda. Evvela bu davetimizi kabul ettiği için, icabet ettiği için kendisine çok ama çok teşekkür ediyorum. Ve gelen tüm misafirlere teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. عود كما كان قبله وهناك مؤشرات كثيرة الآن واقعية على الأرض تدعم ما أقول. هم انقضوا على الربيع العربي في ليبيا، انقضوا عليه في مصر، ما زالوا يحاربونه في سوريا، ولكننا اليوم نشهد أن هذا الربيع العربي الذي كان عربيا أصبح إنسانيا. نشهد اليوم بالأمس دخلت حركة سترات الصفر في فرنسا أسبوعها العاشر وهم لا يستطيعون مواجهتها. هناك حراك إنساني متطلع إلى العدل، متطلع إلى الحرية، متطلع إلى الإنصاف. هذا أصبح سمة عالمية ولن يستطيع الظالمون مهما بالغوا في البطش والقسوة لن يستطيعوا كبت رغبات الشعوب واحتياجات الشعوب ولن يستطيعوا محو حقوق الشعوب. Dünya zalimleri, yönetimleri Arap Baharı'ndan sonraki dönemlerine asla geri dönemeyecekler. Her ne kadar zulümde ileriye gitseler dahi, her ne kadar baskı ve tazikatlarında yükseklikler gösterseler dahi eski dönemlerine artık dönemeyecekler. Arap Baharı ilk zamanlar her ne kadar Arap diyarında çıksa ise de belli bir zamandan sonra artık bu insanlığın sorunu haline geldi ve artık bütün insanlık bu durumu ele aldı. Artık insanlar hakkı talep ediyor, artık insanlar köleliği kabul etmiyor, artık insanlar zulmü kabul etmiyorlar. Hatta malumunuz Avrupa'da gösterilerin başlaması artık bu Arap diyarından da çıktı. Şu an Avrupa'da bu fevç yayılmaktadır. Örneğin Avrupa'daki gösteriler şu an 10. haftasını buldu ve daha da ilerlemektedir. منذ انطلاق الثورة السورية التي فاجأت الجميع المجتمع الدولي، وعندما نتحدث المجتمع الدولي نتحدث عن الخمسة الكبار المتحكمين في مجلس الأمن ظلما وعدوانا أن تتحكم 5 دول بمصائر الشعوب. تابعنا حملة إعلامية مضللة منظمة تسعى عليها دول لتشويه ثورة السوريين، لخلق حالة من النفور من الإسلام ومن الحرية ومن الديمقراطية ومن حقوق الإنسان في سوريا. حملة التشويه المنظمة هذه عملت على محورين: محور كسر إرادة الشعب السوري تبنته بعض الدول وعلى رأسها روسيا وإيران، ومحور تشويه الثورة السورية وتولاه المجتمع الغربي والولايات المتحدة الأمريكية. هذه الحملة المنظمة ماذا تقول للسوريين اليوم؟ تقول للسوريين اليوم: أنتم انكسرتم، أنتم انهزمتم، ثورتكم انتهت، عليكم أن تقبلوا بالواقع، عليكم أن تعودوا، المهجرون يعودوا إلى حضن بشار الأسد تحت نظامه، وعليكم أن تقبلوا بالقليل الذي نقدمه لكم. محاضرتنا اليوم فقط لتفنيد هذه الحملة ولنقول لهم: لا الثورة السورية انكسرت ولا السوريون انهزموا، وإننا بعون الله ماضون على طريق هذه الثورة حتى نحقق أهدافنا المتمثلة في نيل حقوقنا في العدل والحرية والكرامة الإنسانية. Suriye'deki devrimi
Birleşmiş Milletler'in daimi üyeleri olan 5 ülke ele aldı ve bunu olumsuz bir şekilde geri çevirmek için görev aldılar. Bu ülkelerden bazıları onları kuvvet açısından onları geri çevirmek adına görev aldı. Rusya gibi, İran gibi. Diğerleri ise insanların akıllarına ve fikirlerine bu devrimin olumsuz yönlerini ve olumsuz etkilerini ve başarısızlıklarını Suriyeli ve bu işe kalkınanlara yönelik onları ikna üzere onlara yola çıktılar. Ve böylece bütün Suriyelilere, bütün bu işi yapanlara artık yani sizin devriminiz başarısız oldu, sizler yenildiniz, sizler yanlış yaptınız. Bu tarz fikri gayri mübaşir yolla onların zihinlerine aktararak onları tekrar Beşşar'ın kollarına tekrar geri dönmelerine çalışıyorlar ve bu minvalde bir çalışma yapmaktadırlar. سوريا يمثل الظلام ويمثل الجمود ويمثل الرجوع إلى الخلف. أيها الإخوة الكرام، كثير من الذين يزعمون أنهم مفكرون لا بالمفهوم التاريخي. الرسول صلى الله عليه وسلم له حديث: إسلامنا شريعتنا طريقتنا في الحياة طريقتنا في التعامل مع الناس يليق بالزمان وبما يليق بالعصر. هذا هو جوهر دعوتنا الإسلامية.